أكسجين مصر تحمل الحقيقة إليك. نحن نسعى لإثبات الحقائق المجردة، لأن هذا ما تقتضيه أمانة الكلمة. قصاص لكم قصاص لكم يا أم الألبان أو الحق كده. الساعة 4 وربع. صراحة انت قلت الساعة كام؟ انت قلت الساعة كام؟ انا كنت شايفك من شويه بتتكلم مع الاستاذه وكانت بتحاول تقنعك ببعض الاراء كده، كانت بتحاول تقنعك بايه؟ كانت بتحاول تقنعني ان برضو ان السيسي هو بما انه اول ما مسك الشعب اتعدل، رغم ان ما حدش شايف اي الكلام ده. ولما لما بلاقي واحد بيقول الكلام ده انا شخصيا بتعصب، لانه كلام مش حقيقي. انا ما باخدش بالكلام، انا باخد بالافعال. ان لما واحد يمسك البلد وياكل منها حته ورا حته، اعرف ان ده اول حاجه حرامي. ده غير من بعد ما مسكها ما لقيتش اي حاجه فيها عدله، وبرضو اعرف ان ده حرامي. يعني بسببه انا مش قادر اقول لك الدنيا. وبيقول لك مرسي اللي بهدل الدنيا، هو اصلا مرسي ما كملش غير سنه. وانا شفت مشاريع لمرسي تختلف عن مشاريعه اللي ملهاش اي لازمه، بما ان قناه السويس اللي بيقول هتزود الدولار قللته. سوري، بالعكس. دلوقتي انا بشوف الدولار طلع لل 12 وبعد كده طلع لل 18، وبعد كده ابتدى يقل تاني، واقنع الناس ان هو بعد ما قل ان هو عمل حاجه حلوه. والاعلاميين برضو انا عارف انها كلها عمليات رشاوي مع الاعلاميين اللي بيطلعوا يقول لك ده السيسي ده سوبرمان العالم. ايه الهبل ده؟ يعني احنا في بلد غبيه اصلا. المعلومات دي كلها منين؟ لا، هو دي مش معلومات، هي دي حاجات. انا يعني المعلومات دي بالنسبه لي واقع، يعني انا شايف كده. طيب قول لي بقى، تتوقع ايه اللي هيحصل في البلد خلال الايام او الشهور القادمه؟ لو هو قاعد فيها هنزرع في الارض. والله العظيم ما عارف اقول لك ايه، بس حقيقي البلد دي هتبوظ. ده ممكن اقتنعت بالكلام؟ لا. طيب قالت لك ايه اصلا ما اقتنعتش بيه؟ هي قالت ان السيسي يعني عدل المناطق، مثلا نزل ونظف، لكن احنا ساكنين، انا ساكن في مناطق شعبيه. وده جه السيسي مثلا جت حكومه دهنت من بره وسفلتت الشوارع، لكن احنا من جوه ما شفناش حاجه. جوه اللي هو فين؟ جوه اللي هو الشوارع اللي جوه جانبيه. جه من الشوارع العموميه. نظف من بره من جوه، من بره ومن جوه لا. جوه سابها. حتى المقالب الزباله الناس بترمي، والسيسي مش حاطط بساقط خالص ولا بينزل ينظف. طب هي كانت بتقول لك هو السيسي هو اللي هيجي ينظف بنفسه، وانت قلت لها ايه؟ لا، هي قالت السيسي بيبقى بيدي ناس فلوس ان هي تنزل تنظف، فمش هيجي ينظف بنفسه، بس هو عنده ناس يعني قد الشعب يمكن او نص مثلا. حكومه كتير قوي دي، ولا اللي انا بشوفه مثلا، انا بشوف حكومه كتير جدا بتفتري على ناس. شفت كده بعينيك؟ شفت بعيني. شفت ايه؟ مش فيديوهات، حقيقي. يعني مثلا انا شفت واحده عامله حادثه بعربيتها، فالنص جنب كده اتشال، فجه ظابط قال لها اركني على جنب. قام راجل عجوز، والله العظيم عجوز، قال له معلش بس عشان مخبوطه وعلى ما العربيه تدور. بتدور العربيه بتجرب تاني، لقيتها دارت. راح الظابط هزق الراجل عجوز، هزقه وبيقول له انت راجل مش محترم، انت راجل كذاب، وانت شكلك بهيم. على فكره انا ممكن اخدك دلوقتي اوديك القسم اعمل لك قضيه ان انت بتداري على واحده ان هي قافله الطريق. بس شايف البلد كمان كام شهر ايه اللي هيحصل فيها؟ يعني اكتر من كده، هو كده حصل كل حاجه، مفيش اكتر من كده بصراحه. بما ان انت بس ساوي زي ما بيقولوا بقى، ايه رايك؟ بصراحه انا مقتنع بيه، اللي هو اصلا في مشاريع اتعملت على طريق المنصوره مثلا، بيبقى في كباري اتعملت كتير قوي، في مشاريع اتعملت كتير قوي، وزي قناه السويس اتعملت. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتعليق، ولمتابعه كل جديد اشترك الان.